السلام عليكم. هناك عدد لا يحصى من الشواطئ الموجودة في العالم، إلا أن هناك العديد من الشواطئ التي اختلفت عن الباقية لتصنع جمالها الخاص، لذا سنأخذك في جولة حول أغرب هذه الشواطئ. شاطئ ما هو في سانت مارتنز هو من أخطر وأجمل الشواطئ في العالم، ورغم أن الشاطئ يتميز برماله البيضاء ومياهه الصافية، إلا أن ما يجذب السياح هو تحليق الطائرات فوق رؤوسهم مباشرة للوصول إلى مهبط الطائرات في مطار الأميرة يوليانا الدول القريبة من الشاطئ. الشاطئ الأيرلندي. ما يميز هذا الشاطئ هو عودته بعد أكثر من 30 عاماً من الاختفاء، حيث اختفى الشاطئ البالغ طوله 300 متر قرب قرية دو على جزيرة أوكلا عام 1984 عندما ابتلعت العواصف كل الرمال على الشاطئ، تاركة فقط سلسلة من التكوينات الصخرية. ولكن بعد موجات مد وجزر مرتفعة في مايو الماضي أعاد المحيط الأطلسي الرمال للشاطئ. شاطئ الزجاج في كاليفورنيا. يقع شاطئ فورت براغ في مدينة كاليفورنيا، ويتمتع الشاطئ بالعديد من الألوان بسبب تكون بلورات من الزجاج الملونة على رماله، ويرجع سبب ذلك لدفن النفايات به خلال الحرب العالمية الثانية، إلى أن أوقفت الحكومة ذلك، وبمرور الوقت تسببت الأمواج في تآكل البقايا الزجاجية للنفايات، مخلفة وراءها بلورات من الزجاج الملون. الشاطئ الأخضر. يعود السبب وراء اللون الأخضر في هذا الشاطئ هو معدن يسمى أوليفين تسببت الحمم البركانية في وجوده. ويوجد 3 شواطئ في العالم تتمتع باللون الأخضر، هما شاطئ كايو بهاواي، وشاطئ تالوفوفو بساحل غوان جنوب المحيط الهندي، وشاطئ غالاباغوس بالنرويج. الشاطئ الأزرق المضيء. يوجد 3 شواطئ مضيئة في العالم، هما شاطئ المالديف، وشاطئ فرغليتس جنوب فلوريدا بأمريكا، وبحيرة جيسلاند بأستراليا، وجميعها لونها أزرق مضيء في الليل، والسبب في ذلك اللون هو انبعاث الضوء الذي تقوم به العوالق النباتية، وهو في الواقع آلية دفاع من أجل تخويف الحيوانات المفترسة، وهذه العوالق عندما تتحرك فوق الماء تخيف أعدائها. شاطئ سان ألفونسو ديل مار بتشيلي. يعد شاطئ سان ألفونسو ديل مار هو الأنسب للغوص داخل حمامات السباحة لمحبين التمتع بمنظر البحر، فالشاطئ مشهور بدخوله موسوعة غينيس العالمية كأكبر وأعمق مسبح في العالم، ويمتد بطول شاطئ البحر، كما يوجد في المسبح شواطئ رملية خاصة تشعرك دائما وكأنك على الشاطئ. شاطئ المياه الساخنة في نيوزيلندا. لم يعد المحيط مصدر جذب للمصيفين في نيوزيلندا، وإنما يتدفق الزوار للاستمتاع بشاطئ المياه الساخنة من خلال حفر أماكن لهم في الرمال التي تمتلئ بالمياه الساخنة الغنية بالمعادن المفيدة التي تخرج من باطن الأرض، ويمكن الاستفادة منها ل4 ساعات قبل حدوث المد مجددا. شاطئ الرمال الحمراء في هاواي. يرجع اللون الأحمر الذي يميز رمال شاطئ الرمال الحمراء في هاواي إلى وجود كميات هائلة من الحديد في باطن الأرض، ويعتبر شاطئ خاي هالولو واحد من الشواطئ ذات الرمال الحمراء القليلة حول العالم.